ودول شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، اليمن. المملكة العربية السعودية تحتل القسم الأكبر من شبه جزيرة العرب، وتقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وتعد موطنا للعديد من الحضارات ومهدا للرسالات السماوية والرسل. الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين، وهي تصغير لكلمة قرن، وتعني التل والأرض العالية. سميت بالكويت نسبة إلى الكوت، والكويت هي تصغير لللفظ الكوت باللغة العامية، والكوت عبارة عن بناء يخزن فيه الأسلحة. وتعد الكويت منفذا طبيعيا لشمال شرقي جزيرة العرب. البحرين تتألف البحرين من مجموعة من الجزر التي تقع في مياه الخليج العربي، أهمها وأكبرها جزيرة البحرين. ومن الجزر المهمة المحرق، أم النعسان، سترة. وسميت البحرين بهذا الاسم نسبة للجزيرة الكبرى التي يعتقد أنها سميت به بسبب وجود عيون عذبة تسمى كواكب وسط ماء البحر المالح، وهو الخليج العربي. قطر شبه جزيرة تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي. الإمارات العربية المتحدة تسمى الإمارات العربية المتحدة نسبة إلى الإمارات السبع المشكلة للاتحاد، وهي أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، أم القوين، الفجيرة. عمان تطل عمان على 3 مسطحات مائية، ومع ذلك لا تعد شبه جزيرة، وإطلالها على مضيق هرمز زاد من أهميتها، وتتقاسم هذا المضيق مع إيران، إلا أن المجرى العميق التي تبحر منه سفن العالم هو الذي يقع في المياه العمانية. ولقد ترك هذا الموقع الجغرافي بصماته على شخصية العمانيين وسلوكهم، فهم أهل شجاعة وصبر وحب للاكتشاف، وقدرة على تقبل ما يلائمهم من الجديد.
اليمن. كانت اليمن عام 1410 للهجرة الموافق 1990 للميلاد تتشكل من دولتين: الجمهورية العربية اليمنية في الشمال، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب. ومن ذلك التاريخ تم توحيد اليمنيتين بدولة واحدة.